اتكلمنا على ديزني وفيلم من فلاتات افلام نتفليكس الحلوه كده، فلازم نروح كده ونمسي على دريم ووركس، واللي هي عملت افلام انيميشن من اروع الحاجات في الحياه حرفيا. يعني اشهر الحاجات مثلا زي تنانين فرسان كيرات بيرك، وايوه اسمه كده، ما اسموش هاو تو ترين يور دراجون، ما اسموش الاسم دوت. بس ده مش موضوعنا النهارده، احنا هنتكلم عن فيلم ميجا مايند، واحد من اكتر الافلام المبدعه واللي بتوريك معنى الشغف بطريقه لذيذه جدا وجميله جدا بجد. بنبدا ونشوف طفل صغير ازرق وراسه كبيره ومعاه سمكه وراكب السفينه وبيهرب من كوكبه، وبنشوف معاه طفل تاني في نفس الرحله بس الدنيا ماشيه معاه حلاوه عكس الازرق خالص، دنيته كلها عقبات ومشاكل. ولما بيوصلوا الارض مصيره بيبقى مع عيله غنيه جدا، بس في اخر لحظه بتتعكس والولد دوت بيروح السجن، الواد الابيض هو اللي بيروح مع العيله الغنيه، والطفل اللي مع العيله الغنيه بيطير وعنده شعر ومن العيال اللي بتلمع كده بعد ما بتتستحمى. بس كل واحد كان مميز في حاجه، الابيض كان قوي جدا سوبرمان مثلا، لكن صاحبنا الازرق ده كان ذكي لابعد الحلول حرفيا. وبعد شويه سنين الحكم اتخفض على صاحبنا وراح المدرسه للموهوبين، وقابل الطفل الخارق هناك الوسيم اللي كل الناس بتحبه، عكس صاحبنا الازرق اللي حاول يعمل شويه دورة كده بس حرقهم. وهنا البطل بان هنا هو الكويس والشجاع جدا وعمال يترزع نجوم على صدره، وصاحبنا الازرق مش هيقدر يندمج معاهم خالص، حتى لما بيلعبوا معاه بيختاروا الشخص اللي مش نافع خالص في الحياه على صاحبنا وبيعذبوا فيه. وخلاص هنا بيكتشف انه مش لازم يبقى بطل للخير، وبما ان الحاجه الوحيده اللي بيعرف يعملها فعلا هي الشر، فخلاص بيقرر يكون افضل شرير بين الاشرار كلهم. وبتبدا المنافسه بين ميجا مايند ومترو مان، ومترو مان كان بيكسب كل القتالات حرفيا، وصاحبنا ده كان اعبط المخلوقات على الارض بعد وقت طويل جدا بنروح السجن. وهنا ميجا مايند بيقول له يا عم انا خلاص بقيت طيب وغلبان، طلعني بقى خليك جدع. بعدين بيقول له تطلع ايه، انت هتفضل هنا 100 سنه مثلا ولا اقل حاجه يعني. وهنا بنشوف الساعه مبعوثه باسم مترو مان بس العجوز بيلبسها، بس بنرجع ونشوف السمكه بتاعته وهي اللي بعتها الساعه وبتتحكم فيها، والعربيه بتختفي وسط الحشود والناس. وبنروح لافتتاح المتحف الخاص بمترو مان، وبنتعرف على روكسان ريتشي الصحفيه المزه بحق وحقيقي يعني، ونشوف الواد اللي بيساعدها هال ودوت بيحبها اصلا بس هي مطنشه له وبتقول له احنا اخوات يا ابني ما فيش الكلام دوت كله. وبنشوف العربيه بتيجي وبتخطف روكسان وتمشي، بنروح السجن والساعه اللي لابسها الراجل دوت بتقرا شكله وبتتحول لميجا مايند، بس الناس بتفكره هو ميجا مايند بجد فبيحبسوه، بس بيطلع ميجا مايند الحقيقي ورا الكرسي ويهرب هو مع السمكه بتاعته بالعربيه. وهنا يا ساده يظهر مترو مان، هاي بيبي، الشخص المز اللي بيطير ويحلق في الافق وكل الناس بتحبه والبنات بتموت فيه. نرجع لصاحبنا الشرير والخطير وعلى رجله عيل من عياله، هو خاطف ريتش للمره المليون يا جدع، لدرجه انها بتبقى متوقع كل حاجه هيحاول يعملها، واللي بتفهمه خلاص يا عم خلاص يا رجل انا عارفه كل حركاتك الشريره الغبيه ديت كلها. فبعدين بنرجع للمتحف واولاد ميجا مايند بيستولوا على المكان، ويظهر صاحبنا ويقول له انا خاطف حبيبتك روكسان، حبيبتي روكسان ما تخافيش انا جاي لك على طول مسافه الطريق بس. هي انا بقى بتقول له على المكان اللي هي فيه يعني مش فاهم بجد والله. بعدين بيقول له لا 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 مش هو ده مش هو ده، تعال تعال مش هو ده. الشرير ده اغبى شرير انا شفته في حياتي حرفيا يعني. ومترو مان في طريقه للمكان ولينا اصلا بيدخل مكان تاني خالص، صاحبنا بيعرفها انك مفكرني غبي للدرجه دي، انا بتعلم بالمره المليون. ومترو مان اصلا راح مكان تاني، يا سلام يا ملك والله يعني. وهنا خلاص هيضربوا بطاقه الشمس الحارقه، بس لا لان الجهاز بيقعد يحمل، مش فاهم ازاي يعني الشمس إيه اللي بتحمل دي يعني ايه ده بقى. الفيلم ده لو اتفرجت عليه حرفيا 20 مره ما بتزهقش، عمري ما زهقت منه، لو اتفرجت عليه مليار مره مش هزهق. فاعمل سبسكرايب دلوقتي بقى وانت قاعد كده يعني. فمترو مان بيحاول يهرب بس ما بيعرفش نهائي وبيتعب جدا، وبيفهموا ان نقطه ضعفه هي النحاس، بس نحاس ايه يا اسطى، هو بطل خارق يعني، بس بيضربه بنور الشمس بينفجر المكان. وبنشوف مترو مان جاي من بعيد جدا بس بيطلع هيكل عظمي ببدله مترو مان، وخلاص كده هو قتله، هو مش مصدق اصلا انه عمل كده فعلا. فكده بقى ميجا مايند هو اللي هيمسك المدينه. بنشوفه في المؤتمر الصحفي الشر باين في عينه الخضراء ورموشه الكبيره، انا مش عارف ازاي اصلا ده شكل شرير يعني كيوت. هنا ريتش بتساله انت ناوي تعمل ايه في البلد. بص كده اول حاجه تخيلي كده الحاجه المخيفه المرعبه، اكتر حاجه مرعبه هتفكروا فيها بس ضعفيها بقى 6 مرات. شايفه الشر اللي هيبقى موجود قد ايه. بس انا هقول لك على حاجه، خليكم في حياتكم الروتينيه الجميله بتاعتكم الممله ديت وسيبوني بقى في حالي هحتل العالم. بعدين بيدخل وبيشوف الشبابيك مفكرها شاشات يعني غريبه فشخ والله يعني. وهنا ميجا مايند بيستولى على البلده مترو سيتي او متروست يعني زي ما بيسميها، وبيعمل كميه فوضى غير طبيعيه بالمره. بس بالرغم من كل ده وكل الفلوس والدهب دوت كله وكاس العالم والحاجات دي كلها،
هو زهقان جدا ومفيش اي غايه او شغف نهائي عنده. بعد موت مترو مان هو خلاص مفيش اي حاجه عايز يعملها، هو معاه كل حاجه حرفيا وحاسس بكآبه شديده. احساس ان معاك كل حاجه ده هو احساس جامد جدا. طب يا ريت يا اسطى يبقى معايا كل حاجه، انت عبيط بجد يعني. بس لا بجد يعني هو مش شايف اي هدف عشان يكسب بيه اي حاجه في حياته. المنافسه الوحيده هو كسبها وما كانش قصده كمان يعني. فهو اصلا ما كانش مخطط يعمل ايه لما يهزم مترو مان، عشان هو عمره ما فكر انه يقدر اصلا يهزمه. هو كان بيلعب بس علشان هو مش شرير اصلا يا جدعان. هو اتفرض عليه الموضوع دوت، هو تقبله علشان الناس تبقى شايفاه وعارفين انه موجود فعلا ويبقى في الصوره. والناس مش مرتاحين دلوقتي كمان. ولروكسان بتساله دلوقتي انت سعيد يا ميجا مايند؟ فبنشوف هنا كل واحد من ناحيه بيطلعوا اللي جواهم لتمثال مترو مان. فبيجي برنارد بتاع الكتب بيقول لها احنا هنقفل يلا خلص بقى عشان نمشي. فروكسان بتسمع صوت كده من الناحيه الثانيه، ميجا مايند بيطلع يجري. بس ايه يس اللي انت لابسه ده؟ بيجري بسرعه جدا بس بيقابل الواد النايم دوت، بينسخ الواد بالساعه وبيجمده وياخد التليفون بتاعه. روكسان بتقرب بس بيتحول بسرعه. ايه يا عم برنارد انت خضتنا يا عم، والله ما كنتش عارف ان هو انت يا جدع. بينزلوا في الاسانسير. بس ايه الجمال ده يا جدعان. روكسان دي اجمل بنت انيميشن انا شفتها في حياتي حرفيا يعني. وهم في الاسانسير بيتكلموا قد ايه هم مفتقدين مترو مان الراجل الشجاع، وقد ايه انها مأساة كبيره جدا. انا حزين جدا لابعد الحدود بجد. برنارد انا مفكرك ما عندكش مشاعر خالص وعيل غبي وقفل ومتوحد يعني. انت طلع عندك مشاعر امتى؟ انا حزين جدا. مفيش حد قادر على ميجا مايند الشرير جدا والمرعب اللي عينه خضراء. عادي ما تخافش، انا متاكده ان في شخص هيجي ويوقفه عند حده. وبعدين انت عارف المثل بتاع لا يولد المرء بطلا بل يصنع. وهنا بتيجي الفكره الميجا مايند هي انه يصنع بطل بيروحها باوبر. ونشوف ميجا مايند بيفجر التمثال بتاع مترو مان اصلا يعني، ويبدا في التفكير للخطه. هنا ميجا مايند بيفهموا ان انا ما عنديش حد نفسه حتى او اقاتله نهائي، او حد يقدر يوقفنا عن الشر اللي انا مش بعمله اصلا يعني. انا ما عنديش هدف خالص. الخطه دلوقتي انا هدي لشخص ما قوه مترو مان عشان يبقى بطل المدينه الجديده وتبدا الملحمه بين الخير والشر. طيب هعمل كده ازاي بقى؟ بص بكل بساطه البطانيه بتاعت مترو مان معانا تمام وعليها قشره واللي فيها حمض النووي، فهنخرج مصدر قوه مترو مان الرائعه جدا ديت. وعندنا محاوله واحده بس في طلقه واحده. التليفون بتاع برنارد بيرن، بتطلع روكسان تطلع انها عرفت المكان السري بتاعه. ازاي اصلا عرفته؟ بصوا بقى كده الضحك ده كله. المكان اللي هو قاعد فيه اللي هو مفكره سري يعني وبيقول عليه سري، هو الوحيد في المنطقه اللي عليه قبه كده وكبير جدا وعملاق جدا كده يعني. يسطا بجد المكان ده سري بجد يعني بجد. طب يا عم ماشي هتدخل ازاي بقى؟ بص هتدخل ازاي. بتلاقي السجاده مكتوب عليها المدخل السري هنا يعني. لا ماشي تدخل المكان بتلاقي ميجا مايند متحول لبرنارد، فبتكتشف شويه حاجات كده. وبعدين ولاد ميجا مايند بيظهروا بياخدوا برنارد ويجروا بيقول لهم يا ابني انا ابوكوا يا متخلفين، انا ابوكوا سيبوني. هنا روكسان بتشوف المسدس على الارض اللي فيه طلقه التحول للبطل، بتجري عند برنارد بس بتلاقي ميجا مايند بيقول لها انا بعذب فيه دلوقتي. شوف انا بعذب فيه ازاي. بتطلع المسدس وتهدده بيقول لها خلاص ايدي كده ايدي، اوعي تضرب المسدس ده ماشي انا هجيبه دلوقتي. بعد شويه عبس كده بيطلع بتمشي بيتحول تاني وبيحاول ياخد منها المسدس. الطلقه بتتضرب بالغلط بتخبط في كل مكان وتدخل في الماسوره وتدخل في مناخير الواد الصحفي الواد هال. برنارد وروكسان بيطلعوا يجروا واولاده بيجروا وراهم بتديله القنبله. هف انا اسف يا اولاد والله يعني معلش. بيطلعوا بره المكان وبتحضن برنارد شكلها حبيته ولا ايه انا مش فاهم يعني. الواد مناخيره ورمت خلاص بيتحول تاني لميجا مايند وبيروح للواد الصحفي بس هو بيرضاش يسحب منه القوه بقى اللي جات له بسبب الطلقه. بيقول له ده مش خطر ده القدر يا سمكه. بيدخلوا الشقه ويضربوه وبيفقدوه الوعي. الواد بيتحول جوه بيتنكر ومش عارف يعني ده تنكر ايه ده بجد يعني. بس ماشي البطل اتطبخ خلاص وبقى جاهز. هيا يا مخلوقي تعال لابوك، انا ابوك بعتك للكوكب الارض عشان العداله والشرف والنبل. I am your father يعني انت ابويا بجد من الفضاء. ايوه باين تقريبا يعني. ودي مرات ابوك. انا مش عارف ايه مرات ابوك يعني. بيقول له انت قوي جدا يا ابني، انت مش عارف انت قد ايه قوي يعني. هنرشدك عشان تبقى بطل متروسيتي الجديد وتحارب ميجا مايند. بيقعدوا يدربوه ويجهزوه علشان يحارب ميجا مايند. بس الواد ده شكله عايز يموت ميجا مايند بجد ولا ايه يعني. ده كانت لعبه بس. في الناحيه الثانيه ميجا مايند عايش في علاقه مزيفه جدا مع روكسان وبيقعد ينظف لها المدينه عشان روكسان ما يبقاش عاجبها المكان وان ازاي الاول كان افضل بكتير، وعشان يوريها برضو ان ميجا مايند طيب ومش شرير خالص وبيرجع لها كل حاجه زي ما كانت. وبنشوفه بيدي لابنه الخارق دوت البدله ويقول له انت هيبقى اسمك تايتن عشان ده الاسم الوحيد اللي عرفت اسجله يعني، مش عشان اسم مميز ولا حاجه. روكسان وكل الناس بيبقوا مستغربين ان البلد بقت نظيفه وميجا مايند هو اللي ماسكها دلوقتي. حاجه غريبه جدا يعني. هنا ميجا مايند بيحب روكسان فعلا وعايز يقابلها تاني بس السمكه مش عاجبه الكلام دوت. عشان كده انت غيرت مبادئك وبقيت بتجري ورا البنات
فمفيش مفاتيح عربيه بقى يا نجم. وبعدين ايه اللي هيحصل اصلا لما روكسان تعرف انك ميجا مايند وبتضحك عليها؟ يا عم مش هتعرف خالص، بعدين مستحيل يعني. هات المفتاح بس كده يا عيل رخم انت. وتعرف حاجه كمان، انا مش عايز ابقى الشخص الشرير تاني. ايه مين انت مش ميجا مايند، انا هدفي الوحيد ابوك خلاني ان احميك واخد بالي منك. يا عم مش عايزك تبقى معايا اصلا تاني. ايه ده بالسرعه دي؟ طب تعرف حاجه بقى، انا اصلا همشي سلام يا صاحبي. وهي اصلا عمرها ما هتحب واحد ازرق بدماغ كبيره. بنروح لروكسان المزه، واللي بعد تحقيق وحنيكه كبيره جدا بتكتشف ان ميجا مايند بيصنع بطل اسمه تايتن، وهنا بيظهر تايتن وبياخدها وبيطير. سيب مراتي يلعب يا بغل انت بطل خارق كحيان. بياخدها عند البرج وبيعرفها ان هو هال، وخلاص كده هتحبيني صح ونبقى اصحاب، وانا دلوقتي قوي جدا وبطير اهو، شايفاني بطير. بتقول انت مش البطل يا هال، انت شخص لطيف جدا. بقول لا انا دلوقتي تايتن البطل مش هال وبيطير. ميجا مايند بيبقى قاعد مستني روكسان فبتوصل. انا مش عارف هي ازاي نزلت يعني من فوق من على البرج، يعني امتى اصلا نزلت، بس ماشي عادي عادي مش مستاهله يعني حنيكه دلوقتي. بتعرفوا ان ميجا مايند صنع بطل وانه عمل كده علشان عايز حد يجي يهزمه زي ما مترو مان كان بيعمل. بس ليه هال اصلا؟ ده عيل عبيط جدا. بصي انا فاهمك وكل حاجه، بس خلينا نستمتع باللحظه دي. وهنا هال شايفه من ورا الازاز. هما شبه بعض قوي ليه كده يعني؟ شوف كده، هو بيسألها طيب لو انا مثلا شخص اقرع ودماغي كبيره ولوني مش لون بشري عادي، هل كنت تحب تبقى معايا؟ بتقول له ايوه طبعا، احنا ما بنحكمش على الكتاب من غلافه، احنا بنحكم من تصرفاتهم. بيقربوا من بعض وبعدين بتلمس الساعه وبيرجع ميجا مايند لشكله الطبيعي. الناس اللي في كل مكان بتترعب، بتزقه بعيد. ايه في ايه يا نهار اسود، انا رجعت تاني. بتقول له انت وتمشي. اللقطه دي بتعجبني جدا قوي، يعني طول ما هي ماشيه في المدينه بيرجع فيها الزباله والقرف تاني عشان اكتشفت الحقيقه وحاجات كتير بتكتشفها. بيجي لها تاني بيقول لها مش انت قلتي ما بتحكميش على الناس من شكلهم؟ بتقول له طب خلينا كده نشوف المضمون بتاعك يا ميجا مايند. انت دمرت مترو مان واستوليت على المدينه كلها، وكمان ضحكت عليا واستوليت على مشاعري. انت ليه شرير بالشكل ده؟ ثانيه كده، انت كنت مفكر فعلا ان انا ممكن اكون علاقه معاك بجد؟ بيقول لها لا وبتمشي. ما هو اكيد يا صاحبي يعني عمرها ما تحبك بالدوجلاس بتاعتك دي يعني. بيرجع المختبر تاني، فعلا كان عندك حق يا سمكة، لازم نبقى اشرار بس السمكة مش موجود او موجودة. بيقول لابنه تعالى كده. خرج البدله الجديده بتاعت العيد، بيلبس البدله الجديده بتاعت العيد والشر بيفحفح منك يا ملك، انا حاسه من عندي بجد. بيلبس العربيه بتاعته، انا جاي لك يا تايتن. بيقعد يعمل شويه شر كده بس تايتن ما بيجيش. بيزق بيروح له يقول له يا ابني انت عبيط، يا ابني انت غبي، انا بقالي ساعه قاعد هناك مستنيك، انت بتعمل ايه اصلا؟ وايه ده انت سرقت الحاجات دي منين يا ابني؟ انت ما ينفعش تسرق حاجه، انت بطل خارق يعني رمز للشرف والشجاعه والحاجات دي كلها. لا يابا البطوله ديت حاجه ممله جدا، انا اصلا قبلت كده علشان ابقى بطل في عين روكسان وتحبني، بس كله ده طلع من غير اي فايده. كمان شفتها بتتعشى مع ولا رخم لابس نظاره وبعدين بيحبوا في بعض. طب ايه رايك بقى لما نشتغل مع بعض كفريق ونحكم البلد دي كلها والعالم؟ فبيفهموا حاجه مهمه جدا، يا ابني انت عبيط يا ابني، انا الشرير ماشي وانت البطل، يعني لازم تيجي تقاتلني علشان توقفني. عشان كده عملتك اصلا. عملتني ايه يابا؟ انا ابويا وامي فضائيين اصلا، يعني هو من هولندا يا اسطى يعني ولا ايه؟ ما هو فضائي برضه. بص كده انا ابوك اهو، وبص كمان انا الواد اللي بتحبه روكسان. مين انت ضحكت عليا طول الوقت دوت؟ انت لسه تكتشف الوقت؟ ايوه ضحكت عليك خلاص بقى، تعالى بقى تعالى، ايوه كده استفزتك صح، تعالى بقى قاتلني. وبيقعدوا يقاتلوا في بعض وقت كتير جدا لحد ما خلاص الواد هيقتله بجد. بيقول له استنى يا عم احنا بنلعب مش بجد. بيقول له لا يابا اللعبه قلبت بجد. وبيهرب من ايه، انا مش عارف قرب من ايه بجد يعني. ولاده بيجوا ياخدوه وبيجروا ورا بعض تاني. الصراحه يا عم الصراحه بس شويه صغيرين ونرجع تاني. بيقرب منه بس بيقع عليه النحاس. شفت النحاس اهو كده هتخسر قوتك بقى، بس بيكسر النحاس. ايه ده؟ ويهرب ميجا مايند. الناس مبسوطه جدا انه وقف ميجا مايند وبقى هو البطل المدينه دلوقتي، بس هو بيقول لهم انا مش البطل، انا الشرير بحد ذاته ومفيش ابطالين، انا اللي هحكم المدينه دي كلها بطريقتي. بيروح لروكسان ويقعد يتحايل عليها علشان تساعده، وانا ما عادش عارف نقطه ضعف تايتن، كان مفكرها نحاس. فبيسالها هل مترو مان كان عنده مخبأ سري مثلا او قلعه بعيده وبيعزل نفسه فيها؟ بيروح للمكان وبيطلع المخبأ بتاع مترو مان هي المدرسه بتاعتهم هم صغيرين. بيدخلوا ويلاقوا المكان مطلي بالذهب ولع معاه باين وبدل وحاجات كتير جدا كده، بس بيلاقوا كوبايه فيها تلج ومش سايح. ازاي يعني التلج مش سايح؟ المفروض يسيح. وبيلفوا ويلاقوا مترو مان عايش. هي في الناحيه التانيه تايتن بيدمر المدينه كلها. بيسالوا انت ازاي عايش اصلا؟ انت لازم تفسر الموضوع دوت كله. بيقول لهم انا لما كنت محبوس في المكان دوت كنت خلاص زهقت من التصنع اللي احنا كنا بنعمله، وكل مره نفس المعركه ونفس الهبل. فبسرعات الخارقه جدا واللي بتوقف الزمن قعدت اهدي نفسي شويه واتفسح في الجنينه وقعدت اطير طيارات، وعرفت المزايا اللي كنا قاعدين نعملها طول الوقت دوت. وبعدين قررت ان انا مش هبقى بطل خارق تاني خلاص،
فجت فكره تزوير موتي، وبعد ما الشعاع اتضرب رحت جبت هيكل عظمي من مدرسه تمريض قريبه كده، وخلاص كده انتهى مترو مان واتولد ميوزك مان. خلاص بقيت بمارس اكتر حاجه بحبها في الحياه. ثانيه بس كده، ثانيه ستوب يا ابني، انت هو ستوب بس هنا، لا مش هنا مش هنا، ايوه هنا، ايوه بس ستوب هنا، حلو هنا كده. ايه ده بقى يا اسطى؟ يعني انت بتطير وبتطلع ليزر من عينك ووسيم وعندك جولاين وسريع جدا، يعني لو معايا كل الحاجات دي هحكم العالم حرفيا يعني، وهنجح في الامتحانات وهروح اقعد في سويسرا في الاشجار الخضراء والحاجات دي كلها. وبعدين اصلا انت كحيان ما بتعرفش تعزف خالص. انا مش عارف الهدف الغريب دوت ايه بجد يعني هو ما فيش حاجه بتميزه فيها، فعنده هدف ليها. نرجع تاني، بيحاولوا يرجعوا له صوابه بس هو بيرضاش يساعدهم خالص، ويقول لميجا مايند انت برضو لازم تشوف انت عايز ايه بعيد عن الهبل دوت يا ميجا مايند. بيطلعوا بره، بتحاول تقنعه انه مش محتاجين مترو مان، بس هو مش مقتنع، شايف ان كل ده بلا قيمه. بتقول له يعني انت هتستسلم عادي كده؟ بقول انا الشرير يعني مفيش عندي اي مشكله في اي مصيبه هتحصل، بعدين انا مش بطير نحو الشمس يعني، وكمان ما عنديش بنت في حياتي ولا اي حد بيحبني، انا مروح يا ست هشرب اللبن وانام. بيروح يسلم نفسه ويدخل السجن. بنشوف روكسان عند هال تحاول تنصحه انه يرجع تاني زي الاول، ويبقى الواد اللهطل العبيط النيرد، بس هو بيقول لها انا قوي جدا دلوقتي وخلاص فات الاوان. ميجا مايند في السجن بيشوف هال على التلفزيون وهو خاطف روكسان، تقول له يا ميجا مايند انت ما ينفعش تستسلم، احنا محتاجينك وانا محتاجاك يا راجل. ايه جبته ورا كده في ثانيه يعني؟ بيحاول يخلي الراجل يطلعه بس ما بيرضاش خالص، بيقول له يا عم الوضع يدمر البلد، خرجني انجز. بص انا اسف، لا برضه مش هصدقك. بقول انا فعلا عملت حاجات غلط كتير، كذبت على روكسان وخسرت صاحبي السمكه، وكمان انا اسف فعلا. ويطلع الراجل هو السمكه، فبيهربوا من السجن. بروح للبطل العبيط والبنت الحلوه والضباب في كل انحاء البلده، وبيظهر الفجر القادر ميجا مايند وبيلحق روكسان بالمكنه بتاعته، بس بيرمي عليه برج خليفه، المكنه باظت ويرمي روكسان بعيد خالص عند الارض، وبنشوفه قاعد هناك واقع مدروخ ومغمى عليه. هال بيرمي عليها العربيه بس بيظهر مترو مان ويجروا ورا بعض، وميجا مايند بيطلع السمكه، ومترو مان هو ميجا مايند متحول. بص يلا انا هسيبك بس دلوقتي، ما عادش ترجع تاني متروستي، خلاص ماشي شطور كده. وبيجري بينزل ويرجع ميجا مايند، بس الواد بيرجع تاني. بيقولوا ثانيه كده، مفيش حد بيقول على المدينه ديت متروستي غيرك بس. خلاص بيمسكه ويقعد يكسح فيه يمين وشمال، بيقعد يدشدش فيه. بس انا روكسان بتفكرون المسدس في العربيه، وكمان انها ترجع تفكر في موضوع ارتباطهم. ولا يا عم اهوت ولا بيخلي هال يضربه علشان يوصل للعربيه، بيدخل ياخد المسدس بس هال بيمسكه وبيطيره في السحاب، بيفضل واقف في السحاب ونازل ببطء جدا. وهال بيقرب من روكسان، بينزل ويعمل تيليبورت وياخد المسدس ويمتص قوته، واخيرا بينجح مره في حياته. والسمكه خلاص انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك وخادمك وكسبنا اخيرا، وداعا يا سيدي. بس السمكه بتطلع عايشه يعني، بالماء في الماء وتطلع عايشه تاني يعني، صباح الفل. وميجا مايند يصبح الشخص والبطل الصالح ومعاه الموزه، ومترو مان بيتفرج عليه من بعيد، وتوتا توتا خلصت الحدوته. في الاخر الفيلم علمنا ان البطل مش بيتولد فعلا، هو بيتصنع، وكمان كل واحد فينا عنده لحظه فاصله في حياته بيختار فيها يختار اي طريق بالظبط، بس برضه سيبها على الله يا عم وخلاص يعني. بس ايه رايكم بقى لما اعمل فيديو عن فيلم جريف اوف ذا فاير فلايز؟ هو شويه حزن كده من اللي قلبك يحبهم يعني، وشويه كآبه. قولوا لي لو عايزين نعمل عنه فيديو طويل شويتين كده يعني وجامد. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ده المفروض يعني انك تكون عملت.